أول شيء أشكر جميع اللي راسلوا، أعتذر منهم إني ما رديت عليهم، يعني دخلت صورت الأسئلة وطلعت، واللي يشكرون واللي يثنون واللي يمدحون واللي عندهم ملاحظات أشكر. ونحط السؤال الأول. السؤال الأول يقول نفسي أعرف كم طولك. طولي 184، وكل واحد يصور معي يقول يزيد توقعك قصير في التصوير، ليه وش السبب يعني في الموضوع؟ هذه واحدة راسلة جزاها الله خير تقول بناتي ما يحبونك لاني دائما انا ادعي لك الله يجزاها خير واحبك وهم يغارون منك ولا يحبونك. فاقول البنات ترى من بر الوالدين انكم تحبون اللي تحبه امكم، هذا من بر الوالدين، فانتم احتسبوا الاجر ان شاء الله. طبعا السؤال سؤالين، هل انت تاخذ من الرالي ولا تصرف؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني وش اعلى دخلك ولا صرفك؟ بجاوب على السؤالين. في راليات انا اخذ يعطوني يدفعوا لي فلوس، في راليات لا انا اروح ابغى اروح لها فانا اصرف لها. هذا جواب السؤال الاول. جواب السؤال الثاني، هل اعلى دخلك ولا صرفك؟ طبعا دخلي اعلى لسبب بديهي، اذا كان صرفك اعلى من دخلك مع الزمن بتفلس، الله يكفينا وياكم الشر. بقول لك عاد الصدق، والله تعيش بحياة خدعة مبسوط ولا حياة حقيقية حزين. السؤال سؤالين، يقول السؤال الأول من مصمم بيتكم؟ السؤال الثاني متى بتوصل البوغاتي وشايرون إن شاء الله؟ طيب الإجابة على السؤال الأول على حسب، مو مصمم واحد، يعني في كذا دور مصمم، مجلس مصمم، يعني كذا مصمم، مو مصمم واحد اللي مصمم مكان. بالنسبة للبوغاتي ها طرفت، يشدون صواميلها إن شاء الله بتوصل بالسلامة. السؤال يقول كم عدد اللي يشتغلون في بيتكم وكم مساحة البيت؟ الإجابة كالتالي: مساحة البيت 70,000، وعدد اللي يشتغلون رجال وحريم، أخاف أقول لكم تقولون تبالغ يزيد، والله اللي يشتغلون رجال وحريم فوق 60 شخص. السؤال يقول هل الفلوس اللي تاخذها من رالي حايل تروح لجمعيات خيرية؟ الحمد لله تروح لجمعيات خيرية في حايل، وأي جائزة أفوز فيها تروح لجمعيات خيرية الحمد لله. السؤال يقول ما هو ردة فعلك على الشخص اللي كان يعرفك ويتركك ويروح يشوه سمعتك عند أحد غيرك؟ المهم الجواب كالتالي. الجواب أقول للي زعل وراح واللي قال له الكلام اللي مو بزين، الاثنين أقول لهم الراتب اللي عندهم يقطعونه لأني قررت أعتمد على نفسي الحمد لله. السؤال يقول ليش إذا جيت تسلم يزيد تكرر وش أخبارك كثير وكذا وش أخبارك وتسأل وش علومك والله بخير؟ هذه فقط للتأكيد طال عمرك. السؤال يقول بدال ما تعطي فلوسك يمين ويسار في رواجح مستحقين الزكاة الواجب تعطيهم؟ الإجابة كالتالي: أنا حسب وجهة نظري كلامك أشوفه غير صحيح. طيب يزيد كيف تقول غير صحيح؟ عطنا دليل. ممتاز. أبوي الله يرحمه حط وقف تزويج أبناء الراجحي ووقف مساعدات الأبناء عائلة الراجحي، أي واحد تحت عائلة الراجحي يدخل تحت هذا البند. ممتاز. طيب ممتاز. والله اني مكلمهم قبل فتره اسالهم قلت عندكم فايض فلوس؟ قالوا عندنا فايض ولا في ناس تجي تقدم، في ناس يجون يقدمون بس مو مستحقين اساسا. قلت له كيف؟ قال مثلا جانا شخص يصير راتبه 16,000 ريال يقول انا مستحق، يعني يبغون كماليات بس مستحق حقيقي يقدم. الشيء الثاني حاطين التقديم اوقاف محمد الراجحي ابوي الله يرحمه بالانترنت، يعني يقدر الواحد يقدم وكل شيء بس يتاكدون هم 100%. حتى الوقف لما كلمتهم قال حنا ندور ناس نعطيهم، يعني عندنا فائض فلوس، بس يقول لازم عشان الوصيه ابوي الله يرحمه لازم تنطبق الشروط، اذا ما انطبقت ما اقدر اعطيه. السؤال يقول كم متزوج وحده وهل انت من النوع اللي يتزوج ويطلق؟ الاجابه كم متزوج وحده، لسه ما تزوجت وحده، واللي يقول انت تتزوج وتطلق حسست ان عمري 4 برا، ترى توني بعمر الزهور لسه ما تزوجت وحده. هذا واحد سأل يقول اتوقع ان وليد الدواس قاعد يبالغ بالرالي وصعوبته، واتوقع انا شخصيا مو مقتنع واتوقع ان الرالي سهل. الجواب كالتالي:
طيب أنا حط جائزة الله يحييك دام سهل، الأول 10 مليون، الثاني 7 مليون، الثالث 5 مليون في أطول رالي في العالم سلكوي. أنا الحمد لله أخذت الثاني، خذ الثالث خذ 5 مليون. ولك 3 سنوات تحاول، هذه اعلنتها من فتره، لك 3 سنوات، السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها، خذ الثالث. انا الحمد لله اخذت الثاني، انت خذ الثالث وهديه 5 مليون. السؤال يقول متى رايح كان، ابغى التواريخ بالضبط، وما قال بالضبط، ترى الضبط تفرق عن الضبط، الضبط يعني الدقه، الضبط عادي يعني حول. كان من تاريخ 4 أوغست إلى تاريخ 21 أوغست إن شاء الله، ومن 21 أوغست إلى 16 سبتمبر إن شاء الله بكون في لندن. التواريخ هذه اللي يقول لي ما أبغى الزحمة لا يجي بالتواريخ هذه، من الحين علمناك اللي ما تحب الزحمة. الإجازة 3 شهور، اللي ما يبغى الزحمة يجي قبل هذا التاريخ. لا حد يقول الحين أوه زحمة أوه وش ذا أوه ما أدري ما أحب الزحمة أنا، تعال قبل التاريخ ما في زحمة بشرك. لا تجي بذا التواريخ وتسوي نفسك متفاجئ، لا ترى الزحمة بذا التواريخ، لا تجي بذا التواريخ اللي ما تبي الزحمة. السؤال يقول ما تفكر تشتري بعارين مزاين؟ أبشرك الحمد لله أن عندي بعارين مزاين من كم سنة، بس والله ما قد شفتها بعيني على الطبيعة ولا مرة. هذا واحد يقول يزيد دائما أشوفك كثير بس من مشيتك أحس اللي بيجي يسلم عليك بتعصب عليه. الجواب بالعكس، الساعة مباركة وانت راعي المعروف، لا جيت سلمت علي وانا اللي اتشرف فيك وانا اللي اتشرف اصور معك، لا بغيت تصور، بيض الله وجهك حبيبي. السؤال يقول يزيد وش أكثر شيء ندمت عليه في حياتك؟ الجواب هل تعلم أنه لو ترجع حياتي أبى أسويها نفسها بالتكة بالضبط، ما حتى الجلسة دي ها أصبعي ذا بتشوفها نفسها هو بالضبط. ليش؟ ترى حياة الإنسان ترى كلها 60 70 سنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، أنتم حسستونا بنعيش 4000 سنة، وش ندمت عليه؟ وسع صدري كيف الحال أمور زينة. السؤال يقول في هلسنكي في الرالي كنت تسوق مع اللفات بسرعة جدا عالية وما كنت تعرف الطريق، كيف كذا؟ ممتاز. أنا مار على الطريق من الصباح قبل ما يركب وليد ومتمرن فيه، بس في راليات عندنا لا ما نعرف الطريق نسوق كذا، بس مو في السيارة هذه، في السيارة الجيب يعني الفور باي فور. السؤال يقول تفكر تترك السوشيال ميديا اي او لا؟ الجواب لا طبعا ما افكر اترك السوشيال ميديا، متعلق بيديني ورجولي معكم مع التقنيه الجديده. واي مشهور يقول لكم انا مليت انا الشهره ما ادري ايه، هذا بس كذا يسوي ان انا ما ابغى الشهره، انا اشتري منه حساباته. اي مشهور يقول لكم انا مليت، مشهور حقيقي يقول انا مليت من الشهره، يجيني انا بشتري حساباته منه. السؤال يقول ما تدري انك ثقيل دم وغثيث، ما فكرت تراجع طبيب نفسي؟ اذا انت تقول ان عندك مشكله وتراجع طبيب، انا ما ودي اراجع طبيب نفسك، كل واحد يراجع طبيب على كيفه. واحد راسل يقول افتخر بتسميه ابني يزيد مثلك، الله يرفع قدرك ويشرف مقدارك ويجعل ان شاء الله، ندعي لك انا والمتابعين يجعل ان شاء الله فاتحه رزق لك والوالدين ان شاء الله. السؤال يقول يزيد كثير مثلي يحبونك، كيف نعبر لنا عن حبك بشيء محسوس؟ اول شيء الله يرفع قدركم وجزاكم خير، التعبير بيكون كالتالي: حسابي في بنك الراجحي 2/6 فرع العليا، الله لا يهينكم ايداعات.